بسم الله الرحمن الرحيم. ولادنا الطلاب الأحباء، احنا عندنا كده الفيديو الثاني فيديو تطبيقي. مش انت حفظت الكلمات اللي في الفيديو الاولاني؟ اوعى تكون ما حفظتهاش، هزعل منك. خد بالك معايا في ان السؤال الاول ده بيسأل على ايه؟ بيسأل عن البيكتشر، الصورة اللي قدامك دي. بيقول لك why do you think he is in bed؟ الشخص اللي في الصورة دي why do you think he is in bed؟ تعتقد ليه هو في الفراش؟ why لماذا؟ do you think يعني في رأيك. he's in bed ليه في رأيك الشخص ده في الفراش؟ اقول لك he is ill، او بطريقه تانية he is tired. معلش يا مستر انا سقط منك كده. يعني ايه ill؟ مريض. يعني ايه tired؟ مجهد. حفظتهم يا ولد؟ ودول صفات بيشتغلوا باز. he is ill he is tired. طيب النقطه الثانيه what do we call this person؟ شخص زي ده كده في شكله كده in hospital، جوه المستشفى، بيبقى المسمى بتاعه ايه؟ a patient مريض. أداة الاستفهام الأولانية اللي عدت قدامنا هنا كانت أداة استفهام اسمها why لماذا. أداة الاستفهام الثانية كانت what ماذا. أسلوب الرأي اسمه do you think يعني في رأيك. دي التكات اللي احنا عدت قدامنا هنا. What do you think؟ ماذا في رأيك؟ He should do. الشخص ده يعمل ايه؟ What do you think he should do؟ I think he should يجب عليه take medicine ياخد ايه؟ دواء. have some rest يرتاح، وهكذا. طيب ولادي الشطار بقى، يلا بينا ننتقل للقطعة بتاعتنا. القطعة بتاعتنا دي تطبيقية، يعني الكلمات اللي انت حفظتها هتشوفها هنا. يلا معايا. last Monday I was absent. الاثنين اللي فات انا كنت غائب. as I was ill. لاحظ معايا وانا بقرا كده القراءه بتاع الانجليش كلمتين. ما تقوليش كده last Monday، لا last Monday I was absent. كنت غائب. as I was ill لاني كنت مريض. my friends visited to ask about me. اصدقائي زاروني. visited to ask about me عشان يسألوا عني. they advised me to stay in bed. طلبوا أو نصحوني إن أنا أقعد في الفراش. I accepted their advice. وأنا أخدت فاكر كلمة accept يقبل. advice يعني النصيحة. saying وقلت لهم yes I know I should. أعلم أنه يجب علي. after their visit وبعد زيارتهم after their visit I watched an amazing film. اتفرجت على فيلم ماله amazing film on TV. it was Agent 13. كان اسم الفيلم ايه؟ Agent 13. فاكر كلمة Agent كان معناها ايه؟ Agent كان معناها عميل او وكيل. Agent 13 يعني عميل رقم 13. after their visit بعد الزيارة بتاعتهم I watched an amazing film on TV Agent 13 by the most appealing actor. مين اللي عامل الفيلم ده؟ appealing actor يعني فنان محبوب جدا. مين هو؟ محمد صبحي. محمد صبحي ده فنان قديم بالنسبة للأجيال بتاعتكم مش هتبقى عارفاه قوي. محمد صبحي اللي عامل أولاد ونيس أو عائلة ونيس، تمام؟ ده فيلم، ده مسلسل ليه. The film was really amusing. الفيلم كان فعلا amusing يعني مسلي أو شيء amusing يعني شيء مسلي. يلا نشوف كده مع بعض السؤال الأول. ولاحظ إن أنا عامل نقط على صورة السطرين بتاع كراسة الإنجليش. Why was the author of the story above absent؟ why أداة استفهام بمعنى لماذا. لماذا؟ ليه كان المؤلف كان absent؟ الإجابة هي I was absent as I was ill. يبقى هقول كده الإجابة as، لأن خلي بالك الاي كابيتال والاي سمول كتابتها ازاي. يلا بقى نقول احنا إجابتنا as he was ill. الحرف الكبير كبير والحرف القصير قصير، وكمان الحروف اللي بتنزل عن السطر بتنزل عن السطر. What did his friends advise him to do؟ What did his friends advise him to do؟ They advised him to stay in bed.
اوكي، يبقى الاجابه كده to stay. الاس شايف كده، بص الكتابه بتاعتي عامله ازاي، بص لي كده، الواي هتنزل embed الحرف الاي والان كده صغيرين بين السطرين، وشايف كلمه باد كده، البي طويله، الدي طويله، الحرف اللي ليه استقامه لفوق بيطلع لفوق، الحرف اللي ليه استقامه لتحت بينزل لتحت، البادي بتاع الحرف نفسه ما بين السطرين يطلع له خط خرافي. واهتم بالخط لان من اهم الحاجات في الانجليش. النقطة الثانية what was the name of the film he watched؟ name of the film اسم الفيلم، افتكر معايا كده، فاكر؟ أيوة Agent 13. طب ما يلا نكتبها، شوف كده الاي اهي بين السطرين، الجي نزلت، الاي ان تي 13 بقى طبعا رقم واقف كده بالشكل اللي انت شايفه ده. What did the author of the actor what do you think or did the author think of the actor؟ محمد صبحي. الاوثر اللي هو المؤلف، الراجل العيان ده اللي الف الحوار اللي احنا قريناه، يا ترى كان رايه ايه في الاكتور محمد صبحي؟ رايه في الاكتور اهو the most appealing actor، يبقى انا اكتب له كده the most appealing actor. وخلي بالك انا ما مش بجاوب بعباره كامله، انا بجاوب بعباره مش بجمله كامله. تمام؟ السؤال اللي جاي تشويس، اختار choose the best answer. The author was last Monday. The author was absent last Monday. The author was advised by. الauthor ده was advised by مين اللي نصحه؟ مين اللي نصح الاوثر؟ friends، اصدقائه. The author watched a film. اوكي، اما كلمة play يعني مسرحية، program يعني برنامج. His friends were to see him ill. اصدقائه كان مالهم لما شافوه عيان؟ were pleased، مبسوطين مسرورين، ده يبقى اصدقاء السوء دول. ولا were happy؟ لا طبعا، اصدقائه كانوا ايه يا جماعة؟ اصدقائه كانوا ايوه sorry to see him ill، يعني زعلانين ان هم شايفينه عيان. محمد صبحي is an، محمد صبحي ده ايه؟ actor. يعني ايه actor؟ ممثل. طب يعني ايه actress؟ ممثلة. طب يعني ايه مستر؟ waiter يعني جرسون. لا، محمد صبحي ده زعل على حسب علمنا ان هو actor، ممثل. طيب يلا بقى نكتب الكلمة بالمرادف بتاعها. popular ايه من القطعة يديني popular؟ طب مستر يعني ايه popular يا ولاد يعني محبوب، وديت زي كلمة appealing. طيب الكلمة التانية agree، يوافق. هات لي كلمة من القطعة، برافو عليك. accept، I accepted their advice. so يعني رأى، فاكرها دي في الكلمات اللي احنا حفظناها؟ ايوه watched a film on TV، اتفرجت على الفيلم في التلفزيون. movie what does the word movie mean؟ movie يعني فيلم، فيلم. اوكي، movie فيلم. tips، عارفه يا مستر احنا بنديه للناس في الراجل المحلات وكلام من، لا ده تيبس يعني بقشيش، انما كلمه تيبس هنا دي كلمه متداوله جدا بمعنى ادفايس، يعني ما فيش واحد ما ينفع يبقى مش عارفها، لا الكلمه دي مهمه جدا. fantastic amazing يبقى fantastic equals amazing. تعال نجيب بقى الاوبوزيت بتاع الكلام اللي هو المضاد. اول كلمه عندي في الاوبوزيت كلمه fine يعني بخير. ايوه برافو عليك، I was ill عكسها I was fine. present، انت عارف present يعني هديه، عارف present simple اللي هو المضارع البسيط، اما present اللي قدامك دي معناها حاضر، عكسها absent غائب. انا هكتب على السطر ده اهوت واوريك الكتابه. next القادم، next last. دايما انا بحب امشي على السطر، لا اطلع ولا انزل.
والحرف الواقف بنخليه واقف، والحرف اللي نازل لتحت بنخليه نازل لتحت، ونخلي نسبة وتناسب ما بين الايه الحروف. يعني ما ارسمش مثلا لو انا برسم شجرة وجنبها راجل، مش هرسم الراجل كده جنب الشجرة كده، انا غلطان طبعا. المفروض الراجل اللي هرسمه او الولد اللي هرسمه جنب الشجرة يبقى كده. تمام. الطبيعي ان الانسان مش اكبر من الشجرة، خد بالك، خاصة ان شجرة كبيرة زي كده. بورينج ممل. amazing مدهش. boring ممل. appealing before قبل. after بعد. refused دي يا ولاد يعني رفض. accepted refused accepted. unknown يعني غير معروف. قول يلا كده انت. unknown غير معروف. ها. appealing. عندي كلمة تانية famous مشهور. اتدربنا في الفقرة اللي فاتت على الكلمات بتاعتنا بس في صورة قطعة. تعالوا نتدرب عليها بقى بس في صورة محادثة. المحادثة دي بين A و B. يا ترى مين A ومين B؟ تعال نشوف. What's wrong with you؟ ده A. What's wrong with you؟ ماذا بك؟ Oh doctor I feel ill and I am absent from school. يا دكتور أنا ill مريض و I am absent from school. How long are you feeling ill؟ How long كم المدة are you feeling ill اللي انت فيها تشعر بالمرض؟ For 3 days now. For 3 days now. Let me examine you. Let me examine you. دعني أفحصك. Let me examine you. What should I do doctor? What should I do doctor؟ أعمل إيه يا دكتور؟ You should take this medicine. خد الدواء ده. And stay in bed. خد الدواء وخليك في الفراش. فبيرد عليه بي بيقول له thanks doctor. فالدكتور بيرد عليه يقول له you are welcome. أول حاجة لطلابي احنا استفدنا ايه من المحادثة دي؟ رقم 1 سؤال الطبيب للمريض what's wrong with you. رقم 2 I feel أشعر I feel happy I feel sad I feel strong. قول كده I feel happy I feel sad I feel strong. استفدنا كمان تعبير المدة how long ده سؤال عن المدة how long. استفدنا كمان المدة before how long يبقى for 2 days how long for 3 days. استفدنا كمان let me دعني let me examine you let me help you let me ask you let me دعني. استفدنا السؤال عن النصيحة what should I do ماذا ينبغي أن أفعل أعمل إيه what should I do ماذا علي أن أفعل what should I do what should I do doctor. فلما ندي بقى الادفايس you should. طب لما نشكر حد thank you وهو يرد عليا يقول لي you're welcome على الرحب والسعة. طب تعالى نرجع بقى للنص تاني ونسأل السؤال الأول ونكتب بخط جميل. Where did this conversation اسمها ايه؟ conversation محادثة. Where did this conversation take place يعني يحدث. أين تحدث هذه المحادثة عادة؟ in a اكتب وامشي على السطر كده hospital في المستشفى. واحد يقول لي عايز أعرف hospital مستشفى امال العيادة يعني أقول لك clinic CLINIC clinic. طيب who are the speakers مين هم المتحدثين؟ a doctor and a patient. خدنا الكلمة دي في الفقرة اللي فاتت حفظتها ولا لسه؟ خدت بالك من TIENT patient حط ايدك كده patient. ايوه patient يعني مريض. a doctor and a patient. What was the problem with the speaker P؟ المشكلة اللي كان فيها السبيكر B. he was ill. ربنا يكرمكم كده وتحفظوا كل الكلمات بالتكرار. What did the doctor advise the patient to do؟ الدكتور نصح البيشنت ايه؟ ان هو يعمل ايه؟ to take the medicine. شايف الخط عامل ازاي؟ to take the medicine.
اكتب زي بالظبط، ارسمه ما بين السطرين. and stay in bed and stay in bed. take the medicine and stay in bed. آخر فقرة، آخر سؤال في الفقرة. how long was the patient ill? how long المدة اللي هو كان عيان ليها. لو رجعنا هنلاقيها for 3 days. يلا بينا بقى للتشويس. أول سؤال بيقول the patient was ill for 3 days 3 أيام. طب يعني month شهور، يعني weeks أسابيع. طيب the patient didn't go to، البيشنت didn't go to، البيشنت ما راحش فين؟ didn't go to ايه؟ didn't go to work؟ لا هو مش بيشتغل. didn't go to hospital؟ ما راحش المستشفى؟ لا برضه. didn't go to school؟ ما راحش المدرسة لأن هو طالب. didn't go to school. the doctor didn't the patient. didn't هنا بتديلي معنى النيجاتيف. didn't اوكي؟ didn't plus infinitive. didn't يعني لم يفعل. واخد بالك؟ يبقى the doctor didn't ايه؟ didn't examine؟ لا examined غلط. didn't advise؟ لا advised. هو didn't punish. طب انت تعرف يعني ايه punish؟ punish ده verb معناه يعاقب. احفظ معايا كده punish يعاقب. ما هو انا خلال التدريب لو اديتك 50 كلمة او 60 كلمة هناك هديك برضو 50 60 كلمة، لان ده اسمه كورس الفوكابلري and reading. تطلع منه بتعمل reading كويس، واحنا بنتك برضو على الرايتنج اللي هو ايه؟ الهاند رايتنج. الواد الجميل ده بيعمل ايه اللي في الصورة ده؟ شايف الولد اللي في الصورة ده؟ ممكن تكون الصورة مش واضحة كويس بس بص عليه كويس كده. الولد ده بيعمل ايه؟ pray بيصلي. اصل احنا دلوقتي هناخد song اغنية. الاغنية دي فيها عظة برضو، نشيد احنا مؤلفينه كده برضو انجلش. زي ما اقول لك كده لو الاجانب شافونا بنعمل ايه هيعملوا لنا تماثيل والله. طيب تعال نشوف مع بعض. pray pray pray. قول معايا كده pray pray pray. No you'll stay in the last day forever forever either in a hell or in a paradise. يلا تاني pray pray pray. No you'll stay in the last day forever forever either in a hell or in a paradise. pray صلي. No you'll stay واعرف ان انت سوف تبقى. the last day في يوم القيامة. forever إلى الأبد. either in a hell يا إما في النار or in a paradise يا إما في الجنة. براكتس صغير بيقول لك what does this rhyme يعني نشيد اللي انت سمعته ده. what does this rhyme want us to do؟ want us to do. انا عايزك تسمع كده وتنغم وتقول زيي. انا زيك اهو، انا مصري زيك وبقولها كده want us to do. what does the rhyme want us to do؟ النشيد ده عايزنا نعمل ايه؟ it wants us عايزنا to pray نصلي. طيب التانية what will happen to those who pray؟ what will happen؟ النهاردة بعلمك كلمة happen ولسه قايل لك ليها كلمة تانية اسمها take place. يعني حضرتك هتبقى حد جامد جدا بعد ما تخلص الكورس بتاعنا ده بكمية الفوكابلري الرهيبة اللي انت بتدرسها دي. هيعمل ايه اللي هيخش اللي هيصلي؟ يكون in paradise.
أو stay in paradise. What will happen to those who don't pray؟ الناس اللي ما بتصليش. Go to hell. ولا يذهبوا إلى الجحيم. طبعا الكلمة دي احنا بنقولها لأصحابنا لما حد يبقى مضايقك تقول له go to hell ولتذهب إلى الجحيم. أسئلة سهلة وبسيطة، وبنثبت الرايم بتاعتنا اللي بتقول pray 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 no you'll stay in the last day forever forever either in a hell or in a paradise. طبعا انا كده قلتها بثلاث طرق مختلفة، يا ريت واحدة منهم تشتغل عليها. هنا بقى translation ترجمة. To achieve your goals لكي تحقق أهدافك. يبقى تو اللي في أول الكلام دي معناها إيه يا عيال؟ لكي يا مستر. لكي إيه؟ تحقق يا مستر أهدافك. Your goals. You need to تحتاج إلى إنك تحتاج إلى أنت تحتاج إلى make a long term plan. إلى إيه؟ خطة طويلة المدى. خطة طويلة الإيه؟ المدى. الترجمة التانية بقى من عربي لإنجليزي. الترجمة من عربي لإنجليزي بتقول لك من بين نجوم الكوميديا. قلت لك أنا بين among، في عندي among وعندي between، بس among اللي هي بين مجموعة، يبقى هبدأ بكلمة among. among من بين نجوم الكوميديا يبقى among comedy stars. اوكي، among comedy stars. comedy stars. هنيدي هو ممثلي المفضل. تخلي كلمة هو هنا مش هتيجي هي ولا شي، يعني مش تيجي هي قصدي يعني، امال هتبقى ايه؟ is my favorite ممثل، يعني actor. بفضل الله طبقنا كلمة among، طبقنا كلمة actor، تمام، وزودنا عليها مثلا كلمة stars كده، يعني كلام احنا اي حد في الانجليزي يعرفه. طيب زي ما قلت لك الكورس بتاعنا لو الاجانب يعرفوا احنا بنعمل ايه فيه، هيقول لك لا ده تعمل له تمثال. ليه؟ لان احنا بنخترع فيه حاجات. كل اللي ينقص في اللغة تلاقيه عندنا هنا. يعني مثلا ده ممكن تلاقي واحد رايح يعمل ريلز، رايح يعمل شورتس على يوتيوب، ويقول لك النهارده انا جاي لك بحاجه جديده. لان النهارده جاي لك بالكورس بتاعي فيه كل حاجه. اول حاجه هنا ايه من الحاجات اللي انا بقول لك مش هتشوفها غير في الريلز او في التيك توك سريع كلام من ده، لا انت في حاجه لارج كبيره وعلى الدماغ المصري، متالفه على دماغك انت، دماغ مصري، وفي نفس الوقت تخدمك فعلا، يبقى عندك لغه فعليه في كل حاجه عندك. زي ما اقول لك كده، لو قعدت انت وبابا وماما والعيله كلها بتدرسوا الكورس ده كله هيستفيد. I'm sure of that. طيب الاول بيقول لك ايه؟ ما تحكمش على الناس من المظهر. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. يعني ما تجيش تحكم على الكتاب من عنوانه. Don't judge a book by its cover. لا تحكم على الكتاب من عنوانه. التاني بقى بيقول في نصائح في فوائد التفاح. لو انت كأم بتحضري معانا الكورس هقول لك ان التفاحة لما تسلقيها كده الولد الصغير وبتاع وتأكلها له مفيدة جدا. حد مريض وعايز تجيب له حاجة، التفاح حاجة منصوح بيها. وهنا في أمهات الكتب عندهم في الأجنبي بيقول لك an apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. انتهت الحلقة الأولى من 12 حلقة، أو الوحدة الأولى من 12 وحدة بيمشوا على أسلوب تفاعل الحروف مع بعض، وبيجمعوا لي أهم الكلمات في الإنجليش وبيوظفوها مرة واثنين وثلاثة و10 و50.
بعد اذنك ذاكر الكورس ده كويس ورشحه لزمايلك، لان الانجليزي ده معضله، مشكله كبيره جدا. انا هاخد كورس كونفرسيشن، انا هاخد، لا حضرتك هو ده كفايه. بس ذاكر معايا كويس جدا جدا جدا، احفظ كلماتي كويس، ان شاء الله ربنا يوفقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.